جاي يا حاج. خلينا نروح على ورشه. مصر جت. مصر دي؟ ايوه مصر. فين مصر؟ اهي دي مصر دي؟ ايوه تعالوا هنا يا بالجاب ده. حاضر. على وين؟ ايه؟ شكرا يا بابا. تعالوا هنا بالجاب ده. حاضر. كله نزل ولا ايه؟ جاي. على وش على وش. بتلوزة انت ما بتردش عليا ليه يا بتلوزة؟ اولا انا ما اسميش بيت، ثانيا انا اسمي عزيز، وزباين السائع بيقولوا لي يا وزة، وموظفين السكة الحديد بيقولوا لي يا عزيز عين. انت بقى جاي تعمل ايه هنا؟ اسمعني بس، اسمعيني يا لوزة. امشي من قدام السعادي لا الم عليك الناس. يلا امشي، انت عايز ايه مني؟ مش قادر العب عادك يا لوزة. اديني حاجة ساعة عشان اطفي النار اللي فيها. مفيش حاجة ساعة، ويلا حل عن دماغي دلوقتي السعادي. يلا امشي. عنك يا بلديات، عنك انا هساعدك. عنك شكرين. على ايه بس؟ ده احنا اخوات. لا معلش، مش احنا دلوقتي في مصر؟ ايوه هنا مصر. هنا اهو، هنا قدامك. نخرج من انهي حته بقى؟ الباب اللي قدامك هناك على طول ده. ايه يا بلديات، رايح على فين؟ انا عايز اخرج من هنا اروح الجلعه. عايز تركب تاكسي ولا ترماي؟ والتاكسي بكام؟ التاكسي ب2 جنيه، لكن اذا قابلك سواق رزيل هياخد منك 5 جنيه. ليه 5 جنيه وانا مسافر بلاد بره؟ خلاص خد لك ترماي ارخص ب5 ساغ بس. يروح الجلعه؟ طبعا يروح، سكه من هنا اهو. طيب استنى يا بلديات. السلام عليكم. ايه هتسوق مني ورايح على فين؟ طلع اللي معاك. انا معيش حاجه يا حبيبتي. ايه هتوكلني الاوانطه؟ طلع يا واد، انا شايفاك وانت بتسرق. اسرق وانا ما فيش عنك حاجه جميل. تبقى سرقته يا حلو. طلع اللي معاك ولا هندهلك البوليس. لا بوليس على ايه؟ بقول لا لك ولا بوليس طلع. ولا حاجه. استني اهو بالنص يا جميل. هاتش يا حرامي يا ضلالي. حد الله ما بيني وما بين الحرام، ده انا هرجعها لصاحبها. يا غريب غريب غريب. سلامة ولد عمي. ساكن هنا؟ ايوه ساكن هناك في مصر. مين ما يعرفش عم سلامة؟ بالأمارة بيشتغل فكهاني هو. أيوة بيبيع موز وبرتقال. ايوه برتقال وبلح. فين سلامة؟ ساكن في البيت اهو في آخر دور على السطح. يا سلامة ما تسيب الشال بتاعتك دي يا عم وانا احرسها. تحرسها لي؟ يا سلام، في ناس ولاد حلال والله. قريبة؟ اخويا. طب خلي بالك منها تنزيم. ما تخافش. انا دقيقة ونازل. خلي بالي منك. خد السمك باك بتاعك. السمك باك شكرين قوي. سلامة دكتور. ايه ده هنا ولا ايه ده؟ فين سلامة؟ مفيش حد ساكن هنا. فين سلامة؟ قال ابعد يا سيب المرتبة والقفص خليه.
هنا موجود فين الولاد اللي كانوا هنا؟ الولد فين يا العفش بتاعك فين؟ كانوا هنا الولاد الصغيرين خدوا العفش. اروح فين واجي فين؟ يخرب بيتي، لاني غريب والغريب اعمى. لو كان اهو فين هذا العفش بتاعي انا؟ فين المرتب والعفش؟ اخوك اللي خدهم يا خرب بيتي. اروح فين واجي فين يا اخوانا؟ كان كده سلامه عفش اتسرق. قشطوني ولاد مصر. مالك يا عم؟ قشطوني ولاد مصر قشطوني. قشطوك ازاي يعني؟ قشطوني خدوا المرتبه والسبت باك. السبت باك انا كنت معلقه. الجراند باك اللي كنت شايله سبت. قشطوني ولاد مصر. طيب سلامة ده بيشتغل ايه؟ ولد عمي سلام. بيشتغل ايه؟ هو قالوا لي انا طلعت فوق ونزلت خد العفش بتاعي. هنا قلت لهم فكهاني في سوق الخضار. قالوا لي فوق. على بال ما طلعت فوق ما لقيتش العفش بتاعي. سلامة ده بيشتغل ايه؟ فكهاني في سوق الخضار. فكهاني. ايه؟ ايوه. الناس الفكهانيين اللي هنا دول بيوتهم وقعت. ايوه فين؟ وقعت. قاعدين تحت البيوت يعني ولا فين؟ لا الناس اللي بيوتها بتقع في مصر بيروحوا القرافة، يا يعيشوا هناك يا يدفنوا هناك، روح دور عليه هناك. إن بلدنا الخضرة الحلوة تطرح دم. ولا فيه ناس في بلدنا تشيل الهم. يا ما قلتيلي بلاش يا ضنايا خروج الليل. عايزين ناكل يا عم. غريبة مش من هنا، غلبانة طول الليل تدندن في كلام كبير قوي. من يوم ما حطت رجلها هنا ومحدش عارف عنها حاجة. ايه الدنيا مليانة اسرار يا ست سكينة. غريب مش من البلد دي. دموع راجل طيب من اصل طيب جرى عليه الزمن. ما تعيطش يا غريب، ما تعيطش. اقعد 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 اقعد. منين يا غريب؟ من سوهاج. احسن ناس، بلد سيدي العارف بالله. عرفت كيف؟ عشت فيها كتير، ناسها كرام، وبدل انت منها تبقى كريم ومن بيت كريم، والكريم لا يضام. وانت تعمل ايه هناك؟ كنت بضحك الناس. كيف يعني؟ كنت بشتغل مشخصاتي في سيرك. ايوه سبته ليه؟ لا دي حكاية طويلة ياما هتسمعها مني. وانت هتعمل ايه دلوقتي يعني؟ انت ما بتشوفش افلام السيما؟ لا ما في بلدنا ما في السيم، انما فيها التلفزيونات اشكال والوان. يعني بتشوف التلفزيون؟ ايوه. انا بقى اسماعيل باشا. ويطلع ايه ده؟ خديوي مصر يا غريب. بيشغل فين يعني؟ بمثل جميع عظماء مصر، محمد علي، خديوي اسماعيل، مصطفى كامل، محمد فريد، سعد زغلول. ابا سعد زغلول. طب وكيف تنام على الارض؟ دي تمثيل في تمثيل، اكل عيش يعني، انما حياتي الحقيقيه هنا اهو. اسمك ايه؟ اسمي وحيد الوحش. ابا الوحش مره واحده. ودول هيمثلوا معاك؟ لا يمثلوا ايه؟ دي ست سكينة اللي جنبنا هنا، عندها 4 عيال. هيمثلوا معاك؟ يا عم دي بتجري عليهم. ده بقى عاشور بيبيع دبابيس ومشاط وفلايات في الطرمات. ده اهو حسن لكتع زبال. هيمثل معاك برضه؟ يمثل ايه؟ ده زبال بيلم الزبالة من البيوت. انما حكايتك ايه يا غريب؟ انا جاي اشتغل وادور على سلامة ولد خالتي يشوف لي شغل. مفيش شغل في بلدكم؟ في كتير ياما مش لاقيين انفار. النفر واصل 5 جنيه في النهار. 5 جنيه؟ امال ايه اللي جابك؟ انا جيت في القطر. مش قصدي، جاي تعمل ايه هنا؟ اللي جابني البيوت. بيوت ايه؟ البيوت اللي هتتبنى بالطوب الاحمر وتتسجل في المسلح، ورجيهات والمسجلات، فيديوهات، دولارات والريالات، العملة الصعبة والبلطو، خرطوشة السجاير التخينة دي. انت بتتكلم بالالغاز، انا مش فاهم منك حاجة. افهمك. الرجالة في بلادنا سابوا الارض والمواشي وسافروا بلاد برا
عشان يجيبوا دولارات وريالات عملة صعبة. طب وانت مالك ومال ده كله؟ ما هو ده السبب اللي جابني هنا. الراجل اللي زي ببلدنا لو ما سافرش سفرية زي دي وجاب عملة صعبة الكبار بيستنقصوه. أمي قالت لي يا عبده احنا عايزين نبني بيتنا بالطوب الأحمر زي بقية الخال، وعشان اخلي راسها مرفوعة في وسط الناس جيت هنا. طب هنا بقى لا في دولارات ولا دينارات ولا عملة صعبة. يوم انا جاي اشتغل علشان الم حق البيزة، بيقولوا واصل تمنها الوقت 3000 جنيه. 3000 جنيه؟ كان نفسي اشتغل ليل نهار والمهم، لكن يظهر ده مش هيحصل. ومش هيحصل ليه؟ سرقوني اول ما طبيت المحطة، ماني فجري، والمثل بيقول قليل البخت يلقى العظم في الكرش، ولقيته. فين الأجرة يا سكينة؟ النهارده السوق كان نايم يا معلم، حتى مش لاقيه لقمه اوكلها للولاد. شوف يا معلم، ما معيش يا معلم. يعني إيه؟ عايزة تنامي بلوشي في التكية؟ قومي يلا خدي عزالك وريني عند التافه. لا يا معلم، لا، ده انا ما صدقت الاقي حته تطويني انا والولاد. خد هاتي كالكل بلاوي. حر ونار في جتتك. فين الأجرة؟ هات. وانت؟ السوق مضروبة معلم ومفيش فلوس. يعني ايه مضروب مفيش فلوس يا؟ في اوعى اقول في داهية. فيها يا معلم يا امير. فريدة يا معلم. وانت مش شايفني ولا ايه؟ انا مع اسماعيل باشا. اسماعيل باشا مين يا ابني؟ ده صايع. طول بالك بس يا معلم، اللي ما يعرفك يجهلك. اديله باريزة. ما انا قلت لك انسرقت. ايوه صحيح. انت فاكرني كروديا ولا ايه؟ يا تدفع توريني عند كتافك. ما معيش، سرقوني. يعني ايه ما معكش؟ انت فاكرها فتة وكالة من غير بواب؟ ايه ده مكان ربنا، الناس جاياه. وانا زي اللي جوا ده، بس هو جوا وانا بره. انت هتتلابط بقى. قوم يا ضرير يا طول بالك بس يا معلم. اسكت انت. طيب قوم يا هتدفع ولا مش هتدفع؟ لا، الاغراب ما يتضربوش، الاغراب ليهم حمايه، وتاني مره ما ترفعش ايدك عليه، انت فاهم ولا لا؟ وبطل بقى الفتوانه اللي انت فيها دي، ربنا يهدك يا اخي. انا هسيبك المره دي عشان خاطر عزيزه، لكن المره الجايه هتدفع والطقطقين ورجلك فوق رقبتك. هجيب لك عزيزي، خاف مني. ايه ده؟ هو انت؟ الله، انت تعرفي يا ست عزيزة؟ دنيا مغلباه، النهارده الواد المظ اصطاده في المحطه وسرق محفظته، لكن اهي وحياتك خدتها منه. برافو عليك. هي غريب. ايوه صح. خد بالك من نفسك. ما لقيتيش المرتبه والثبات. مش عايز اي حاجه تانية؟ لو عوزت حاجه يا غريب نادي بس عليا بصوت عالي، قول يا عزيز عيني، هتلاقيني عندك على طول. يا عزيز عيني وانا نفسي اروح بلدي. ست راجل صحيح، ولا كل الرجاله. ده باين نفضوها. شوف انا كان فيها برايز كتير. هي الحمد لله. الحمد لله. اصل عزيزة دي بنت جدعة قوي. اصل عزيزة جت هنا جدعة. من يوم ما جت هنا وجه ناحيتنا ولا ناحيتها، حد لو جه ناحيتنا ولا ناحيتها تاكله. احنا طول عمرنا غريبة برضه. احنا طول عمرنا في الدنيا غريب. انت غريب. محدش عارف جاي في الدنيا دي ليه. محدش عارف جاي في الدنيا دي ليه. وانا عارف بقى فين، وانا عارف بقى فين. انت مين؟ أنا عبد. يوه، هو انت؟ وايه بقى اللي جابك هنا يا غريب؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنت إيه؟ إنس ولا جن؟ ما جن الا بني ادم يا غريب. ست عزيزة؟ أنا عبده.
ويعني خلاص يا سي عبده ما لقيتش غير الماسوره بتاعتي وتيجي تقعد فيها؟ غصب عني يا ست عزيزه، انا جريت من الزعبيب لقيت الماسوره دي قدامي. طب ما تاخذنيش يعني، اتفضل كده من غير ما ترد وسيبني في حالي. حاضر حاضر همشي، بس لما الزعبيب تهدى. حاضر همشي. لكن قولي لي يا ست عزيزه، في ناس تعيش كده في مواسير؟ مش احسن من اللي عايشين في الطن؟ ايوه عندك حق. عندك حق. انت منين؟ انا ما تفكرنيش يا سي عبده. انا من بلد جوه الصعيد الجواني، بلدنا هناك بعيدة بعيدة قوي، اسمها الدب. طول النهار ما نسمعش فيها غير صوت حاجة واحدة بس. أمال يا أمال ما تخافيش يا بنيتي، طول عمرنا واحنا صغار بنسمع صوت الخيل. يا رب يسترك يا رب. الحاجة يا ماي، الحاجة يا ماي، قتلوك قتلوك يا عزيزة، يا خسارتك يا راشد. أبوي قتلوه يا ماي، قتلوك يا ما قلت لك يا شمندي ما تخرجش الصبحيات، يا ما قلت لك فرحنا الخضرة الحلوة عم تطرح دم، ما سمعتش كلامي. عزيزة ادخل المنظر. مالك شايله الطين على راسك ليه يا زهيره؟ شمندي مات يا جابر وما شافش الطين عليه، ده راجل يا ولد ابوي. شمندي ما ماتش يا زهيره. ما ماتش؟ كيف ده؟ دم شمندي لا يعفن ولا يسوس. مش عاوز اسمع صراخ لا منك ولا من بنتك. كيف ما صرخش عليه؟ ده راجلنا يا جابر. لما روحه تهدى هنبدل الصوات بزغاريط. أباي زغاريط؟ كيف ده؟ لما ناخد بالطار. ومين هياخد بطار؟ احنا التنين ولاية. انا بقول لك شمندي ما خلفش ولد يا زهيره، لكن ما حدش هيبرد ناره غيرنا. همام وتمام وعتمان لازم يتقتلوا. انا هبيع ارض شمندي واجر 2 ولا 3 هياخدوا بطاره. بكره هبعت لك الهواري ولد عمك بعيل الارض اللي شرق الترعه، واللي يديهولك اخديه. عزيزة هقول لك حاجة. ما تقوليش حاجة يا ماي، أنا سمعت كل حاجة، لكن أرضك ما تبيعيهاش. كيف نعيش؟ ما حدش ده من العمر. لكن يا بنيتي ترى ابوكي. ترى ابوي؟ أنا اللي هاخد ترى ابوي، أنا اللي هخليه ينام مرتاح، هخلي البلد كلتها تقول شمندي ما ماتش، شمندي خلف راجل يا ماي. عزيزة بنيت تبكيش يا ماي، ما تبكيش، ما تقطعيش في قلبي أكتر من كده. لكن عزا ابوي مش هيتاخد الا لما اقتل همام وتمام وعتمان. وقتها هنفتح المنادر ونطلق الرصاص والبلد كلتها تقول
شمندي خلف يا ماي، هروح وراهم كل حته. خالي حيفرح بعد ما اقتل همام وتمام وعتمان، وحيطلق الرصاص من فرحته، وانتي حتطلق الزغاريد. أماي أنا حمشي. لا خليك لبكره، أنا هاي هقول لك نصيحة، تخرجيش بالليل. أديك شايفة بلدنا الحلوة الخضرة هبتطرح دم، وكل ناسها عايشين في هم. ما تخرجيش، خليك لبكره يا بنيتي. بنيتي خدي بالك من الذهبات اللي معاكي، ولما تحتاجي بيعي منهم. ما تخافيش يا امي. خدي بالك من نفسك يا امي، وانت يا بنيتي. فضلت شهور طويلة في مصر، ما خدتش بتار ابوي، ولسه دمه ما بردش. كويس. احنا الاتنين جايين من الصعيد الجواني، لكن كل واحد له طريق. يعني جاي مصر عشان اطلع الباسبورت واسافر بلاد برا وارجع ابني بيت من الطوب الاحمر واتجوز. وانت جاي مصر عشان تقتلي، لكن يظهر انا لا هبني البيت من الطوب الاحمر ولا انت هتقتلي. دنيا غرورة عايشة في ماسورة. انت بتتكلم بالامثال زي سيدي مهران زمان. ايوه الزمن علمني وهيعلمني. سعادته ايه؟ الزعبيب هديت خلاص، يعني اتفضل كده. يا انا فاهم. انا همشي. سلام. بس عايز اقول لك حاجة يا بنت عمي، انا رجبت السداد، رجبت السداد ده في اي خدمة. بالسلام يا عزيز عيني، انا بدي اروح بلدي. النشاطين كل نشاطون ولاد مصر سرقوا المرتبة والقفص، وانا هدور على ولد عمي سلامة في القلعة. طب المهم لقيت ولد عمك ده ولا لا؟ ما لقيتوش. ليه؟ هو انت ما معكش عنوانه؟ هما قالوا لي ساكن في مصر في القلعة. في القلعة؟ ما القلعة دي واسعة قوي. طب هقول لك على حاجة يا غريب، انت احسن حاجة تروح لحد القلعة، وهناك تنادي عليه بصوت عالي وتقول يا سلامة يا سلامة يا ولد عمي، يمكن تلاقيه ويرد عليك. على ايه بيحصل ده؟ طبعا امال ايه، زي العيال التايهة بالظبط. طب ما تيجي معايا نوبة ثواب لحسن يسرقونا المرة دي. الا قول لي ولد عمك ده بيشتغل ايه؟ فكهاني بيبيع برتقال وبلح ابريمي وبطيخ. طب ما طبعا الفكهاني ده هيشتغل ايه غير كده يا شاطر؟ لو بيعملوا حاجات تانية. اللي باين عليك انت ابن حلال قوي وطيب زي كده. انت عايزه البسكوت ده؟ لا معلش كله. طب ما يلا بينا. على فين؟ نروح ندور على ولد عمك ده. قلت لي اسمه ايه؟ سلامة. سلامة؟ طب يلا قول وراي. سلامة يا سلامة يا ولد عم عبده يا سلامة. سلامة. عايزه البسكوت ده كمان؟ كده برضه يا شر، اقصى عليك. ده انا لبستك وحميتك وعلمتك، تهرب مني. ده كان ابويا واخويا وامي. اقصى عليك يا عشر، اقصى عليك. انا مالك يا سلطان؟ اشرف ضاع ضاع. ايه ده؟ مين اشرف ده؟ بيعيط على اشرف. هيمثل معاك ده ولا مين؟ مين اشرف؟ ولده؟ ولدي، القرد بتاعي يبقى ولدي، ده ابني. بنعزف عليا من بعدك يا اشرف.
مين هيحلل الناس عليا يا اخويا؟ خلوا ايه يا ست سكينه؟ الله 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 الله، ايه ده؟ انت بتضحكي على العيال ولا ايه يا ست سكينه؟ اعمل ايه يا وحيد؟ العين بصيره والايد قصيره، ما انت عارف ان السوق نايم اليومين دول. عارف يا ست عارف. خليهم يقوموا ياكلوا معانا. قوموا يا اولاد كلوا معانا. هتعمل ايه يا عم وحيد؟ ما انت عارفه ان احنا لوحدينا كده ونحب الونس. قوموا يا اولاد، الغريب جايب لنا اكل وناكل كلنا مع بعض. قوموا. تعال يا حلو تعال. خليك يا عم وحيد. اتفضل. خش يا حلو. اكلوا معانا يا غريب. يا مرحب. جو خش تعال خش يا حلو. تعال خد عيش وجبنه وبصل. خد اهو بصله المحب. خد انت فحل وانت فحل الكبير ده وانت فحل. هات بصل. يلا يا جماعه، يلا بسم الله، جبت لكم كباب معايا. تعيش يا عزيزه. بسم الله الرحمن الرحيم. كباب. بسم الله الرحمن الرحيم. كل يا غريب. يلا بالهنا والشفا كده. انت عشان اشرف لما الاقي اشرف. تصبحوا على خير. خد يا جلال الاكل اللي هاكل. تصبحوا على خير. متشكرين يا عزيزه. ايه الكباب ده كويس؟ حلو يعني؟ طبعا لحمه هبل. لحمه ايه دي؟ لا انا ما احبش اكل السوق. انا اكل جبنه وبصل. خد كل يا تخين انت. كل يا جلال كل كل يا حلو. كل كل اتفضلوا. فين الفلوس يا سكينه؟ يا عشان يكفيكوا شر الجايين. قوم يا واد انت وهو قوم. النهارده بقى يا معلم انا ما معيش. تعال. لا. انت مستني ايه؟ قوم. فين يا حبيبي الفلوس؟ ايوه. اخلص. اخلص. حاضر يا يلا يا اخويا. حاضر يا سيد. اهو يومين ونص اهو. خد. كده تعجبني. الفتوانه هنا ما تجيبش ثمنها. ايوه هوينا بقى. الله. بص لي كده ليه؟ بقول لك هوينا. انا مش خدت فلوسك؟ ما تكونش فاكر نفسك في توب صحيح؟ ايه الناس دي؟ الله. قوموه. قوم يالا. رجاله بناكل الزلط. لازم اقتل همام وتمام وعتمان. ليه تفكري في القتل يا عزيزه؟ دم ابوي مش هيبرد الا لما اقتلهم. لا، لازم قلبك يبقى ابيض، ما تبقيش زيهم. هتاخدي ايه لو قتلتيهم؟ زمان سمعت مثل كان دايما خالي جابر يقوله لابوي: خليك صقر يا شمندي لحسن ياكلك الحمام. دلوقتي بس عرفت ليه لازم ابوي كان يبقى صقر. مش عايزين نبص للدنيا وفوق عينينا غشاوة سودة يا بنت عم. الحقد واحد والحب زين. ولا هاشم وحياه يا سلطان. شوف المصيبه اللي حصلت يا انا وانتوا قاعدين هنا متقرطصين. ايه اللي حصل؟ عزيزه وعبده قاعدين جوه الماسوره عمالين يتكلموا عن الحب وحاجات كتير. انا مش عايز اتكلم بصراحه. معقوله الكلام ده؟ وشرف اشرف ورب اشرف. لا احنا ما نقبلش حاجه زي كده ابدا. اخص عليك يا عزيزه. يا جماعه ما تصلبوش البنايه والولد. الله. ايوه سي وحيد معاه حق. لا ازاي؟ لا ما معكش حق. ما هو احنا ما نقبلش بالوضع ده. ايوه انا مع عاشور. انا مع سلطان يلا بينا يلا بينا يلا. الحب حلو يا عزيزة. سلم نفسك يا عبد. اخرج بره يا عبده. المكان محاصر من كل حته يا عبد. انا بقول لك اطلع يا عبد. اطلع يا عبد. انا اللي بتعملوه ده. هنعمل ايه؟ انا هخرج لهم. هتقولوا لهم ايه يا عزيزة؟ بقول لك ايه يا عبده، انا لسه كنت بقول لك خليك صقر لا ياكلك الحمام. ايوه ليه يا ناس؟
ده انا ما صدقت لقيت قلبه حنين. ليه؟ يا رب، انت خايف ولا ايه؟ لا يا عزيزه ما خايفش، انا خايف عليك انت. ما تخافش عليا، انا ما عملتش حاجه غلط، انا هخرج لهم. ايوه هتقول لهم ايه بس؟ انا عارفه الناس دول كويس، انا هوريهم شغلهم. لا يا عزيزه اوعى سيبني. بلاش دي يا عزيزه، استني. انا عارفاهم. انا هخرج لهم، انا هفهمهم بالعدل. بلاش كده عينيهم. يا اخوانا افهموني. نفهم ايه؟ ما الحكايه باينه زي الشمس. واحنا طراطير يا صعيدي. صحيح، يا ما تحت السواهي دواهج. يا اخوانا السلام عليكم. تفكيركم غلط. انا مش وش كده ولا عزيزه وش كده. وبعدين انا انت ايه؟ اتكلم. انا هتجوز عزيزه. مبروك يا عزيزه، مبروك. سلطان ولادة الكلب. بتعيط يا عزيزه؟ ليه عملت كده يا سي عبده؟ عشان احميك من الناس واحميك من نفسي. بس انت لسه ما اشتغلتش، لسه ما عرفتش هتعمل ايه في مصر، هتتجوز ازاي؟ ماني هشتغل وانت معايا. طب امي وخالي جابر لما يعرفوا هيقولوا عليا ايه بس؟ هيفرحوا جاوي، هيفرحوا انك اتجوزتي راجل. انا هنزل سوق الخضار وادور على شغل، وهناك هلاقي ناس بلديات كتير هيساعدوني، وان شاء الله هلاقي شغل. ايوه يا عبده، بس اسمعي كلامي يا عزيزي، هو ده الصح. إن دامت لغيرك ما وصلت إليك، تجري يا ابن آدم جري الوحوش وبرزقك لم تحوش. إن دامت لغيرك ما وصلت إليك، إن دامت لغيرك ما وصلت إليك، إن دامت لغيرك ما وصلت إليك، يومين ولا يوم، يوم ولا يوم، يوم ولا يوم. خلي الراكب راكب ولا الماشي ماشي، دنيا غرورة. لا بتخلي الراكب راكب ولا الماشي ماشي. 100 مرة قلت لكم الزفت ده شوفوا لكم صرفة معاه. ما قلت لك نتويه ونخلص منه يا مالك. لكن نعمل ايه في قلبك الطيب يا مالك؟ الكلام ده كان زمان لما كنا بنتاوي 100 ما كانش حد بيسأل عليهم، لكن النهارده كلب زي ده لو تويناه هنروح في سين وجيم. محدش فاضي لوجع الدماغ، العيان بقت مفتحة قوي اليومين دول. ونعمل معايا يا مالك؟ ما تدخلوش السوق خالص. ما نقدرش يا مالك. ليه؟ اتكسرت شوكته خلاص؟ ده انا الملك يا مواشي، سيبوهولي انا هتصرف معاه. علام تعمير يا مالك. نصحي فين؟ بيلف على المزادات. روح اندهله. قدامك يا مالك. وانتوا غوروا كل واحد يروح يشوف شغله. الو، يا صباح الفل والياسمين، يا صباح الديوك الرومي المكتفة والأنانب المحمرة المكلفة. أنا تحت أمرك، أنت تؤمر أمر. أنا من إيدك الشمال لإيدك اليمين. لا يا شمس الدين، الفار كان اجدع منك. لو كان أجدع مني زي ما سعادتك بتقول ما كنتش خلصت عليه بالسرعة دي. لما عملتك تخلص عليه كنت فاكر اني بعتمد على راجل اجدع منه. نعم طلع على شونك، وشونك تبني يا شمس. قلت لك خش مزاد جناين الاصلاح الزراعي، فشلت وهربت. وجمعية البطاطس
ما قدرتش تصمت، وجمعية الخضار برضه ما عرفتش تسلك معاه. حتى جمعية القصب يا شمس، جمعية القصب قاعد تبص لي القصب في الشمس يا شمس. يا أخي اشرب عصير، اشرب عصير ووفر وقتي ووقتك. خلاص خلاص، أنا هتصرف، أنا هشوف حد غيرك. ما هو الواد المدير بتاع جمعية الخضار متفق مع الواد المدير بتاع جمعية البطاطس، واخدين المسألة جد قوي. اجيلهم كده يجولي كده، تعبني قوي يا سعادة الامبراطور. أسخرع يا أخي، في طرق كتير وسكة أبو زيد كلها مسالك. ازاي يا سعادة الامبراطور؟ بليلة بعد عليا في المكتب وهنتكلم، ومن هنا لحد الليل عايزك تفكر يا شمس، ولازم تفكر. حاضر. صباح الخير يا معلم. انت متضايق من الواد الصايع ده؟ يا ريتها جت على الواد الصايع يا نصحي. امال ايه اللي مضايقك يا مالك؟ الامبراطور الكبير بعزق كرامتي، خلاها في الارض. اتبعزقت كرامتك يا ملك. ازاي يا مالك؟ ما هو انا لو كان ورايا رجاله ما كانش اللي حصل ده حصل. حصل ايه بس؟ السوق تمام والاشياء معدن. احنا بنقول كده، لكن الامبراطور مش عاجبه. كل اللي بنعمله ده يبقى حرام. محدش تعبني غير الواد عاطف بتاع جمعية الخضار والواد سامي بتاع جمعية البطاطس. عاطف ده حنبالي، والواد سامي وشه عاكر، وتلم المدعوس على خيب الراجل. بس في حاجه يا مالك انا شايف انهم مربطين مع زينات مرات الفار. هي اب التاني انا حاسس انها بتلعب معاهم لعبه جديده. انت شايف كده؟ كده ونص يا مالك، لكن على مين؟ ده انا نصحي اللي فاهمها وهي طايره. لا مفتح. عيب يا مالك، ده انا نصحي والاجر على الله. مثل غيرك ما وصلت اليك. طب وهتعمل ايه؟ جاله ورق. ميه اهي. هات بصله دشها له، دس بصله يفك عليها. رجعت ليه؟ ايوه يا مالك. هاتولي الواد ده على المكتب. حاضر يا مالك. ايوه يعني المعلم الكبير بعت هتكلم وخليكي هنا. بس برافو عليك، براوه مليون براوه. خليكي هنا وهتطلع على الرجاله هنا. طيب ما تتاخرش عليا. مجنونه، ما انتوا عارفينها كلكم. النهارده الكيلو ب5، بكره ب50، ما هي قوطه. ما انت عارف يا ملك، احنا بنعتمد عليك في الازمه، واحنا لينا زبايننا بيعتمدوا علينا. وحياه العيش والملح، التلاجات ال5 اللي عندي كلهم فاضيين، مفيش قطايه توحد الله. لكن اوعدك بعد اسبوع ولا 2 اكون مدبر لك الطلبيه اللي انت عايزها. تشكر يا ملك. هو عشان السلامه، ماليش بركه الا انت. مع السلامه يا معلم سيد. هذا عمار. نعمين يا مالك. وده لا نعمين. قول لي اخبار السوق ايه؟ الطماطم شحه في السوق، والفلاحين هيتجننوا، مفيش ولا حبايه طماطم توحد الله. اسمع انا، فتح عينك كويس على السوق. عينيا. واي حاجه شحه تبلغني بيها اول باول. عينيا يا مالك. فاهم؟ فاهم يا مالك. خد. يلا. يد من اعدامها. اقف عندك. بس عفارم عليك يا ولد. انت منين؟ من سوهاج. من انهي بلد في سوهاج؟ الزوق. الشرقية ولا الغربية؟ شرقية. رجالة ولد رجالة. بس انت طلعت قليل الذوق. كيف؟ لما حد من رجالة الملك يلتقك بالقلم على صدغك تدير له التاني. معاش اللي يضرب رادل ولد رادل. لا مجدع يا ابو البلديات. قول لي اشتغل ايه؟ بلادنا ولا هنا؟ لا هنا. ولا حاجة. امال جاي هنا تعمل ايه؟ اشتغل
اشتغل واحوش فلوس واطلع الباسبورت واسافر بلاد بره وابني بيت من الطوب الاحمر واسقفه بالاسمنت المسلح. تضحك ليه؟ بضحك عليك يا عبيط، عشان انت لو عايز باسبورت انا اللي اديهولك. صح؟ ايوه صح، انا اللي هديك الباسبورت وهتشتغل وهتعمل فلوس وهتخش السوق. انت اسمك ايه؟ عبده. اسمع يا عبده، انت هتشتغل معايا، انا هديك الباسبورت وهشغلك وهتعمل فلوس كويسه قوي، بس على شرط تبقى الراجل بتاعي. انا هنا الملك، انا الملك شمس الدين المغربل. يا نصحي. نعم يا ملك. خد عبده وخليه ينقل كل البطاطس اللي في الثلاجات. حاضر، بس بضاعة كتير والعربيات كلها بقى. مالكش دعوه، عبده هيتصرف ويشيل كل حاجه. حاضر يا يلا يا عبده. اتفضل. يا سلام، لو عندي 5 من ده كنت استغنى عنكم كلكم. ادخل. السلام عليكم يا سعاده الامبراطور. انا مش مبسوط منك يا معلم. ليه كفضل الشر يا سعاده الباشا؟ ما البضاعه شاحه في السوق زي ما سعادتك قلت، والسوق السوداء ابتدت تلعلع. مش ده المهم يا معلم. امال ليه المهم يا سعاده الامبراطور؟ لازم المسؤولين يعرفوا ان الجمعيات دي فاشله وانها ما حققتش الغرض اللي انشئت من اجله، وبكده هيلغوها ويقفلوها بالضبه والمفتاح، وده ما يتحققش الا اذا الجمعيات دي خسرت. ولما تخسر اخواننا اللي في الجرارين اللي بيكرهوا القطاع العام وجمعياته هيكتبوا، والمسؤولين هيعرفوا يقوموا يلغوها. واحنا هنخليهم يخسروا ازاي يا سعاده الامبراطور؟ ما هو انت لو كنت بتفهم يا معلم كنت ربطت مع الموظفين. ايوه بس دول كلهم حنبليه وشرفة قوي. شمس الدين اكبر واحد في الجمعيات اللي عندك دي مين؟ واد مستوظف اسمه عاطف سليمان. وعاطف ده بياخد كام في الشهر؟ 800 جنيه هياخد كام يعني؟ من هنا الواحد يدخل له تشوفه عامل حفلة عيد ميلاد لابنه، عيد جواز مراته، بلاش كله. تشوفه بيروح الشغل بايه؟ بيركب اتوبيس ولا ترماي؟ لا مؤاخذة مش فاهم يا سعادة الامبراطور. غبي. ما هو لو كان بيروح الشغل بالمواصلات اشتروا يا اخي موتوسيكل، عربية، وكله بحسابه يا سي شمس. فهمت ولا لسه؟ اهو دلوقتي فهمت يا سعادة الامبراطور. الحمد لله. كتافي من كتر الشيل. سعبده، انا مش عايزاك تروح السوق تاني. وناكل منين؟ وهي دي شغلة؟ دي حاجة بتهد الحيل. مفيش حد مرتاح. عارفة أنا نفسي في إيه يا عزيزة؟ نفسك في إيه؟ نفسي أجيب وحيد وسكينة وسلطان وكل الرجالة يشتغلوا معايا في السوق، ودول يبقى عزوتي، ناسي. اللي ملوش عزوة هنا بيضيع. عندك حق يا سي عبده. براوة عليك يا نصحى فني، اللي فكرت فيه طلع مظبوط. ولسه ما تشوف يا مالك، والله العظيم اول ما شفت الواد عبده ده قلت الواد ده هينفعنا. على رأيك اهو طور زي ده يشيل عننا حمول كتير. اللي يحب الفلوس يا مالك مستعد يعمل ايها حاجه، يسرق، يقتل، ينهب، يخش اللمان، ما يهموش. تعرف يا نصحى فني؟ نعم. انا عايز الواد عبده ده يبقى زي الخاتم في صباعي. والناس اللي معاه دول عصابه يابا. بقول ايه يا مالك؟ هتقول ايه تاني؟ سورتني، ما كفايه بقى نص. بقول ما تيجي نزورهم نحسسهم انهم بني ادمين، ما احنا شلناهم من رمية الرصيف.
بس مش كتير على الملك يزور مواشي زي دول. لكن تلميذك نصحي بيقول ان احنا نروح لهم نكسبهم نحطهم في جيبنا. ادي علام. نعمين يا مالك. اسمع يالا، انا رايح مشوار مهم قوي. ايوه حد يسال عني طنشه ما عدا الامبراطور. انا مش هشتغل في الخضار النهارده، انا عندي مأموريات، عندي اشغال، عندي بيزنس. بالسلامه يا مالك. دنيا غرورة لا بتخلي الراكب راكب ولا الماشي ماشي. خسيس خسيس منك له زمن اخضر خلى السفلة يتحكموا في الخلق. دنيا غرورة. الشاي يا عزيز. نظيفة تسلم ايدك. والله السترة حلوة يا ولاد. اي والله. يا ما كان نفسي كده نبقى في البيوت والحتت المقفولة. يعني امال ايه؟ عقبال ما نبنيها بالطوب والرمل وتبقى بيوت بحق وحقيقي ان شاء الله. ان شاء الله. ده بيوت عظيم. دي هتبقى غالية ومحدش هيلاقيها. بقى انا مبسوط جدا والله ان انا لقيت حته تسوينا كلنا ونبقى مع بعض كده. الحمد لله. بركاتك يا عم عبده. الله يخليك. بس انا بقول ايه؟ قول يا اخويا قول. بقول يعني الايد البطاله نكشه، ها، ولازم نشتغل يعني كلنا كده نفكر. انت يا عم وحيد ما عادش بيجي لك التمثيل ده، هو عم اسماعيل باشا مات ولا ايه؟ يعني احنا بنقول يعني نحط ايدينا في ايدين بعض وننزل السوق نشتغل يعني. وماله يا اخويا نشتغل وماله؟ يوم هنجيب الفلوس منين؟ ايوه صحيح. الفلوس موجودة يا عبدو. انا اهلا وسهلا يا عبدو. اهلا. ازيك يا معلم؟ ازيك يا عبدو؟ يا الف بركه. الصب شاي سكينه تاني. لا اتفضل الشاي بتاعك. اتفضل. انا تحت امرك. الشاي جاهز اهو. تسلم ايدك. اهلا يا معلم. اهلا. قلنا المالك يا واد هديه. انت مالك مش عايز تقتنع بالحكايه دي ليه؟ مقتنع يا معلم ازاي بقى؟ ده مقتنع ونص يا مالك. قلت ايه يا عبده؟ ايوه في ايه حصل؟ ايوه انا زي ما قال وحيد كده. في ايه؟ يا نصحي. نعم يا مالك. شوف بقى، انا عايزك من بكره تاخد كل الرجاله اللي هنا وتاخد كمان الستات اللي معاهم وتنزل على الجمعيات تشطبوا على كل الخضار اللي فيها، وبعد ما ياخدوهم تشتريه منهم وهو كله بثوابه. حاضر يا مالك. ايه حلوه شغلانه حلوه دي يا معلم. يوم ما قلنا المالك يا واد هديه. ايوه الله. ايوه حاضر ان شاء الله. ان شاء الله. بقول لك يا عبد، انا عايزك في كلمتين صغيرين. ايوه شوف الشغلانه دي صح ولا لا؟ يلا ربنا يفتحها عليك يا اخوي. اتفضل. خير يا معلم. ما قلنا المالك يا واد هديه. ايوه حاضر ان شاء الله. ايه اسمع، انا دلوقتي هاخدك معاه مشوار صغير تفتح عينك كويس لكل اللي بيحصل فيه. انت فيك مخ تفكر؟ ايوه فيه، ده انا مولود بيه. حلو. يلا يا نصح. المعلم شمس الدين. غريبة ان المعلم شمس الدين يزورك في بيتك. ابدا. تسمح لي ادخل؟ اتفضل يا معلم، ده هنا بيتي. اتفضل. تعالى يا عبد. خد دي عشان تبر بيه ولاد، كله من خيرك. اتفضل يا معلم. يا صلاة النبي. اتفضل. ما انا معقول يا عاطف بيه ويبقى عندك عيد ميلاد حلو قوي كده وما نتعزمش احنا فيه؟ هو مش عيد ميلاد بالمعنى المعروف يا معلم، دول شويه عيال احتفلوا بيه كده وخلاص. طب ولا مؤاخذة فين العريس عشان نقول له كل سنة وانت طيب؟ موجود. يا حسام. حسام. اهلا 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 يا حسام. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله عقبال 100 سنة يا حبيبي. خد دول عشانك. ايه دول يا معلم؟ لا مؤاخذة، اصل احنا ناس بلدي ما نعرفش بحكاية الهدايا دي، فانا قلت يعني اديهم له والمدام تشتري له هدية بمعرفتها. رجع فلوسك في جيبك يا معلم. ازاي الكلام ده؟ دي هدية لا يمكن ترجع. انا قلت هترجع يا معلم. ده النبي قبل الهدية. وانا مش نبي يا معلم، انا بني ادم مش معصوم من الخطر. ما تكونش يا معلم فاهم اننا هنبيع لكم الجمعيات. لا يا معلم لا. ايه ده؟ ادي عبده، خد القفص هاد واسبقني على تحت. على انصرف مش وش نعم. مامته يا عاطف، حد يجيله 1000 جنيه من بابا يردهم؟ قصدك ايه؟ الراجل اداهم للولد هديه، ازاي ترجعهم؟ هديه للولد؟ هديه، كنا بيجيبنا بيهم يا اخي الفيديو. يا سلام، عايزين ابيع شرف الفيديو؟ ده احنا تمنا غالي قوي يا هاني، محدش هيقدر عليه. لا، ده
احنا هنفضل وهنستمر مهما حاولوا. ايه مالك يا معلم؟ الشر بره وبعيد. بقى بعد 10 سنين جواز برضه معلم؟ يبقى له حق الواد الحمار اللي اسمه عبده لما يقول لي يا معلم انا الملك يا صفيه. طب يا اخويا روق يا مالك. تعال اقعد يا مالك. خد يا اخويا. ها قول لي بقى مالك يا مالك؟ الواد المستوظف بتاع الجمعيه ده عامل لي حنبالي وطالع فيها ومش عايز يقبل الهديه. انا عارف بيجيبوا لنا البلاوي دي منين. هو لازم يعمل حنبالي يا مالك ولازم يعمل شريف كمان. اللي قول لي يا مالك، هو مش كل مالك برضه بيبقى له حاشيه؟ يا مؤاخذه يعني ايه؟ مش فاهم. حاشيه يا مالك يعني ناس حواليه يخدموه. ما انت اصل عيبك يا مالك انك ما بتحبش تشركني في شغلك. يا عيب الشوم بقى مرات الملك تشتغل. وماله يا اخويا؟ طب جربني كده، جربني يا مالك. اما كنت اخلي لك الواد بتاع الجمعيه ده يجيب لك مفاتيحها لغايه عندك ما بقاش انا صفيه. ايوه بس ما بسش يا مالك. جرب وانت تشوف. انا هروح له واخليه يجيلك ويبقى زي الخاتم في صباعك. لكن يا صفيه ما ناكلش يا اخويا، ده انا صفصف يا مالك. لو عرفت اطوي الواد بتاع الجمعيه ده تحت باطي كان الامبراطور يرضى علينا ونتنغنغ والمكاسب تكتر وبدل العماره يبقوا 7 عمارات. هيحصل يا معلم، هيحصل وهيرضى عليك الامبراطور وهتبقى فلال يا معلم. تاني معلم؟ ما قلنا الملك. خلاص يا اخوي يا ملك قلبي انت. يا روح قلبي الملك. اهلا وسهلا يا سعاده البيه، خطوه عزيزه. انا عتريس. قهوه ولا شاي يا سعاده البيه؟ لا شاي ولا قهوه يا معلم. انا جاي لك في موضوع صغير خالص. ايه الحكايه؟ انا شايف السوق السوداء شغاله اليومين دول على كيفها قوي. يا سعاده البيه احنا لا بنشتغل في سوق سودا ولا سوق كحلي، احنا ناس نضاف بنشتغل على ميه بيضاء. عامه انا بحذرك يا معلم وانت حر وهنتقابل بعد كده ان شاء الله يا سعاده البيه. مع الف سلامه. انا عتريس. ده عامل وحاضر وخدامك يا مالك. اسمع انا ايه؟ ال50 طن طماطم مش عايزك تبين منهم ولا حبايه، فاهم؟ أيوة. انا عايز كيلو الطماطم يبقى ب2 جنيه. خدامك يا مالك، انت تؤمر واحنا ننفذ. شوف شغلك. حاضر. خلي الجمعيات التعاونيه تنفعهم. اسمع يا عبد. ايه يا معلم؟ قلت لك قول لي يا مالك. هقول. نفسي تبقى دراع اليمين. ركز وتسمع كلامي. اسمع. لو قلت لك ارمي نفسك في البحر ارمي. اطلع السما. اطلع. اقتل. لا اللي القتل. ليه؟ ما اقدرش عليه. ده انت لو جربته مره واحده مش سلامة كان بعين واحد. قوم يا ولد الفطوس. قوم. ايوه. فين؟ سلامتك يا اسمك ايه؟ عبده يا معلم. سلامتك يا سعد. انا مش ممكن انسالك ابدا انك في يوم من الايام حميد جوز المعلم. ده واجب يا معلم، الرجاله عادنا كده. تعال يا سعد. لا معلش سامحين، اصل وقتي على عزيزه وزمانها جلجاله. عزيزه ده العادي. عزيزه مرض. لو انت متجوز. طيب يا سعادته. مالك قلقانه ليه؟ عفاري
عفارم عليك يا دي الجدع. ايه هو ده؟ انت هتقعدي تفكري فيه وفي اللي عمله لحد امتى؟ دول 3 يا معلم، 3 هجموا عليك وجريوا منه. ده لولا هو يا معلم كان زمانك رحت في شربة ميه. ليه؟ هو انا خير يا عصفيه؟ ده انا برضه الملك. يا اخويا انا ما قلتش حاجه، صحيح انت الملك لكن هو برضه جدع. انت يا معلم فيك عيب خطير. ايه هو؟ ان انت ما تحبش حد يبقى صاحب فضل عليه. الله، قول لي يا معلم، هو الجدع ده اسمه ايه؟ قولي الحمار ده اسمه ايه؟ اهو حمار من ضمن الحمرة، هيعيش حمار ويموت حمار. ما تهدي يا اختي، الغايب حجته معاك. اتاخر قوي عليا. يوه مش عارفه راح فين ده. يا خرابي. ما تقلقيش يا اختي، ما تقلقيش ما تقلقيش. وعدوني الاقيه فين. يا حول الله يا رب. انت فين دلوقتي يا سعادته؟ سعادته كنت فين يا سعادته؟ مالك؟ لا ما تخافيش يا عزيزه، ماليش خير. ما بينهاش خير ابدا يا سعادته. الله ليه؟ لا انا مش مطمنه. شكلك كده ما يطمنش. إيه؟ انا حاسه ان في حاجه حصلت يا سعادته. لا ما تخافيش يا عزيزه. سعادته عشان خاطري يا سعادته، انا عايزاك، انا محتاجاك عشاني وعشان اللي ببطني ده. ايوه انا بخير كويس يعني، ما فيش حاجه. انا زلطه، انا مش شفيه يعني، انا زلطه. انا خلاص بقيت صقر، من هنا ورايح بقيت صقر عشان ما ياكلنيش الحمام. خطيتنا عليك يا عم عبده، كنت فين؟ هقول لكم بعدين. المهم دلوقتي بقول ايه يا اخوانا؟ بقول ايه يا عم وحيد؟ احنا ننزل السوق ونقف جنب المعلم شمس الدين ونساعده. ايوه ننزل نشتغل. الراجل ده يا اخوانا له اعداء كتير قوي، وعشان كمان يبقى لنا مكان في السوق. ايوه مين؟ انا جايه اهو. مسطور. يا اهلا وسهلا يا اخي، مرحبا. يا سهلا. اهلا وسهلا، يا اسمك ايه؟ انا اسمي عبده يا معلم. يا يقطعني يا قطيع، دايما اسمك يروح من على طرف لساني. معلم موجود؟ ايوه يا اخويا موجود، فوق على السطوح اطلع له. يطلع له يعني الواحد يروح له ازاي يعني؟ عدي كده اهو، الباب اهو. ممكن نهد الحيطه دي عشان نفتح. يلا خفيف، يا اسمك ايه؟ وانت سهل. بقول لا اسمي عبده. فوق. ايوه فوق، اتفضل. اهو الدنيا واسعه اهي. فوق زنقه وتحت زنقه برضه، كل حته. اللي حصل ده غلط يا عبده. انا حشت عنك يا معلم، دول كانوا عايزين يقتلوك. انا ما بتكلمش على اللي حصل ليله امبارح. امال هتتكلم على ايه؟ انا بتكلم على جماعتك. مالها يا عزيزه؟ حصل حاجه؟ يا ده انا جبت سيره عزيزه. انا مش قصدي الجماعه مرتك عزيزه زي ما بتقولوها في البلد، لا انا قصدي الجماعه اللي انت جايبهم معاك. انا مش عايز الرجاله كل واحد يعمل فرش ويبيع خضار، لا انا عايزهم في حاجه تاني. عايزهم يروحوا الجمعيات يشطبوا على الخضار ابو تسعيره ويجيبوه لنا احنا نشتريه. بعد ما يخلص ابو تسعيره اللي في الجمعيات نطلع احنا اللي في الثلاجات. لا افهم كمان، افهم ان شاء الله موت. هتفهم يا عبد، بعدين هتفهم. المهم دلوقتي تقول لرجالتك يعملوا اللي قلت لك عليه. يلا توكل على الله، خد رجالتك وقول لهم كده. السلام عليكم. عبده، ايه يا معلم؟ اذا كنت عاوز تبني بيت بالطوب الاحمر والاسمنت المسلح زي ما بتقول، تبقى تكتم على الكلام اللي قلته لك ده وتحطه حلقه في ودنك وما تجيبش سيرته حتى لمرتك عزيزه. فاهم؟ فاهم يا معلم. لو كنت تقول لي يا ملك كنت ساعتها افهم انك بقيت راجل من رجالتي بصحيح. واد يا نصحي، انت يا واد. نعم يا معلمه. المعلم
المعلم فين يا واد؟ راح المخزن وجاي يا معلمه. طب روح اعمل لي فنجان قهوه بسرعه. حاضر. ولا اقول لك؟ نعم. انده لي الواد عبده. حاضر. اهو. يا نصح انا كنت جاي لك عشان انت فين اسمك ايه؟ اقول لك عبده انا يو يقطعني دايما يا اخويا اسمك يروح من بالي. بقول لك ايه يا اقول لك عبده يا معلم، اضرب نفسي اموت نفسي ولا اجيب يافطه اكتب عليها اسمي عبده. شربات يا سي عبده. الله يخليك. قولي يا سي عبده، انت ما بتجينيش البيت ليه يا اخويا؟ البيت كيف يعني؟ عشان تقضي لي طلباتي. انت مش بتشتغل عند المعلم يا الدلعادي، تبقى بتشتغل عندي يا عمر ايه يا معلم؟ بقول لك عبده شربات يا عبده. القهوه يا معلمه. اشربها انت يا اخويا. بقول لك ايه، انا مروحه، لما يجي المعلم قول له ان انا جيت ويبقى يحصلني على البيت. يلا هات شوف شغلك. ايه تشطر عليا؟ تتبول لما يلهفك. هات القهوه. سيب القهوه. مش انت جبت القهوه؟ يبقى غيرك يشربها. الرجاله الجداد اللي انت جبتهم هددوا الجمعيات والموظفين اعصابها تعبت. المهم لازم يخلصوا على البضاعه اول باول، وانت عليك تخزن اول باول. انا اللي يهمني ان احنا نخلق سوق سودا والبضاعه تشح، وبكده هتخسر وهتضطر الحكومه انها تلغي الجمعيات التعاونيه، وده هيبقى مكسب لنا يا شمس. لا مؤاخذة، يعني ايه؟ انا مش فاهم يا سعاده الامبراطور. لا معلش، ده كلام كبير عليك، مش لازم تفهمه. مش لازم تفكر يا شمس، انت عليك تنفذ وبس، لانك لو فكرت هيبقى خطر عليك وعلينا. انا اول ما شفتك قلبي ارتاح لك يا عبد. قلت الواد ده باين عليه راجل مجدع وشهم. حكيم انا احب الراجل اللي عنده كرامه. انا صراحه يا معلم الواحد من غير كرامه ما يبقالوش لازمه. بس نفسي ارتاح يا عبد واطمن لك. وانت لغايه دلوقتي يا معلم ما اطمنتش من ناحيتي؟ بصراحه يا ولد العم لا. كيف؟ بعد كل اللي عملته تقول لا؟ تعرف انا هطمن لك امتى؟ لما تقول لي يا ملك. ودي تفرق في لا دي تفرق كتير قوي. تعرف ساعه ما تقول لي يا ملك احس انك بقيت من رجالتي، احس انك بقيت مخلص ليا، احس انك بقيت حته من شمس الدين المغربل. السلام عليكم يا عاطف بيه. خطوة عزيزة يا معلم. يا اخويا يا عز مقدارك، انا من زمان عايزه ازورك يا بيه، لكن كنت مشغوله قوي. قلت في عقلي يا بنتي يا صفيه لازم تروحي تزوري عاطف بيه. خير. طبعا خير يا اخويا، امال يعني هيكون شر؟ دي هديه بسيطه، اصل احنا ناس نعرف الاصول برضه. اتفضلي يا رجاله هديتك، ولولا انك في مكتبي كنت اتصرفت معاك تصرف تاني. مع السلامه. ومالك حنبالي قوي كده ليه؟ طيب بكره نتقابل يا عاطف بيه. مع السلامه يا معلمه. ده شغل ناس كبار على تقيل قوي. رايح فين يا عبده يا معلم؟ يقطعني دايما يا اخويا اسمك يروح من بالي. استنى يا عبده عشان عايزاك. خير يا معلم؟ ايه عاوزه منه حاجه صفيه؟ يوم انت عارف يا معلم ان انا النهارده رايحه السوق عشان اقضي شويه طلبات، وعايزه حد يجي معايا عشان يحرسني وياخد باله مني. لا انا ما اعرفش حاجه في مصر. يا اختي هوريك. يعني انا ما بشوفش بس يعني. بس ايه؟ قلت لك هتيجي معايا عشان تحرسني من عيونه اللي يسوى واللي ما يسواش، ولا ايه يا معلم؟ امال الواد قاسم السواق راح فين؟ انا هاخد العربيه الصغيره واسوقها وهو هيقعد جنبي. كيف جنبي؟ اقعد جنب حرمه الناس يقولوا عليا ايه؟ انت تسوقي وانا اركب فوق. يا دي انت، دي مش حرمه، دي المعلمه صفيه. اسمع كلامها وروح معاه وزي ما تقول لك يعني. يلا يا عبد. يلا يا واد يا عبده. بالاذن يا معلم. مع السلامه يا معلمه صفيه. انا مش بركب، انا هجري وراكي وانت تسوقي. نصحي. نعم. زود الشارع يا نصحي. احنا هنلم البضاعه اللي في السوق كلها يا ملك ونبيعها بالسعر اللي احنا عايزينه. حلو كده.
حاجة تانية خالص. انا ما كنتش جاية عشان احب واتجوز واخلف، لا. ايه الكلام اللي هتقوليه ده يا عزيز؟ يا خفتك يا عزيزة، بقول الحقيقة يا سي عبده. حقيقة ايه؟ هو اللي انت عملته النهارده ده مش الحقيقة؟ انا شفتك بعينيا دول وانت ركبت معاها العربية، وشفتك وانت نازل منها، ركبت حاجة ونزلت حاجة تانية. ايه ده؟ ايه اللي ركبت حاجة ونزلت حاجة تانية؟ فزورة دي ولا ايه؟ يعني ايه؟ ركبت عبد ونزلت وائل؟ ايه؟ لا، انا قلبي حاسس، كان حاسس من زمان ان في حاجات كتير قوي هتتغير. ايه ده؟ اسمع يا سي عبده، انا مش عايزه اقف في طريقك، انت من سكه وانا من سكه. اسكت يا عزيز، اسكتي اسكتي، ما تخليش الشيطان يملى مخك، اسكتي اسكتي يا عزيزه بقى، اسكتي. ده الضفر منك ب100 واحده زي صفيه. يا سلام. ايوه، مش عبده اللي يركب حاجه وينزل حاجه تانية، ده انا بس بسال شغلي، لكن يوم ما تتحكم فيها حرمه ما بقاش عبده من اصل. لفشوا كل التجار اللي في السوق. ايوه كل التجار. طب ليه ما خدوكش معاهم يعني؟ لا انا مش منهم، انا راجل شريف، انما هم سوق سودة. ايوه انا كنت تاجر كبير كبير. اهلا يا حاج، اهلا وسهلا سيادة الامبراطور. اتفضل. يزيد اتفضل. ايه اخبار السوق؟ تمام التمام. لا مش تمام. ليه؟ حصوليه كفل الشر. يا حامد انت كسلان شويه، والواجب بتاعي لازم يبقى نشط. أنا مظبوط يا سيادة الامبراطور. عايزك تنزل السوق وتلم الخضار اللي فيه، كوسه، بطاطس، لوبيا، فاصوليا. وبعدين؟ نحطها في الثلاجات. وبعد ما نحطها في الثلاجات نبيعها يا حامد. سوق سودة. لا أنا ما أحبش السوق السوداء ولا أحب ألعب فيها. أنا ما قلتش كده يا حامد. أنا عايزك تنزل المزادات وتشتري، وأنا وراك من 100,000 لمليون. قمار يعني؟ أنا لا أحب القمار ولا أحب ألعب. وتسميها قمار ليه؟ دي لعبة هتخليك فوق قوي، وأنا أحب الراجل بتاعي فوق. أفكر. لا 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 أنا مش عايزك تفكر، أنا عايزك تنزل السوق وتشتري زي ما قلت لك. عايز أسمع عنك أخبار زين يا حامد. مليح مليح. ايه الاخبار يا عمار؟ انا عايزها عالي العال. عالي العال يا سعاده الباشا الامبراطور، والفلاحين مش هيوردوا الخضار للجمعيه. اوكي كويس قوي. شوف بقى، انا عايزك تلم البضاعه اللي موجوده في السوق كلها وتبيعها لحامد. وباقي التجار يا سعاده الباشا الامبراطور. مفيش حاجه اسمها تجاره، تبيعها لحامد يعني تبيعها لحامد، مفهوم؟ مفهوم يا سعاده الباشا الامبراطور، ابيعها لحامد يعني ابيعها لحامد. المعلم عندك؟ ايه مش موجود؟ ليه راح فين؟ راح للامبراطور. طب اسمع يا واد، الواد اللي اسمه عبده يا معلمة. ايوه هو يا واد عبده، ابعتهولي. حاضر، مع السلامة. يا عبده عبده. ايه يا عبده. هو انا قدامك اهو. ايه المعلمة صفية عايزاك تروح لها حالا. تروح لها فين؟ الله تروح لها فين؟ ايه؟ البيت. انا ما اروحش بيوت ولا بيت المعلم ولا بيت المعلم. ما يبقاش مخك تخين. المعلمة صفية تقدر عليك وعليا وعلى المعلم نفسه. انا ما اروحش هنا. روح يا اخويا ولد الشيطان، روح يا عبد، روح الله يقويك وتيجي بسرعه قبل المعلم ما يسال عليك. ايوه بس ما باتش ولا حاجه، روح يا عبد، روح الله يقويك. انت محمود ايه ليه؟ ودي الشيطان. وانت اللي عايزني ولا هي اللي هي اللي عايزاك. وايدي انت لابس ايه؟ روح بنتك عليه، روح يا اخويا. عبده تعالى يا عبده، واقف كده ليه؟ كنت فاكر حضرتك تحت. تعالى يا عبده. ايه اقعد يا عبده. ازيك يا عبده؟ الله يسلمك. خد اشرب. ايه دي فسجيه؟
لا مش فسيه يا اخويا، دي شيشه. ايه جوزة؟ جوزة مدندشة. اشرب ايه اشرب يا عبد. تعرف يا عبدو، من اول يوم شفتك فيه لما ضربت الناس قدام المعلم حبيتك، اتجننت عليك. قلت ان ده الراجل اللي يستاهل صفيه. استاذ صفية؟ المعلم شمس الدين. يا قطيعة يا اخويا، ما تفكرنيش بيه. ليه يا معلم؟ انا وحش، ما بيحبش الا نفسه وبس يا عبد. انا عايزه راجل يحبني واحب. تعرف يا عبدو، لو حبيتني هخليك اكبر تاجر في سوق الخضار. اوعى تكوني بتجسينا يا معلمة، انا خايف لا يكون ده ملعوب. انا لو النبي يا عبدو، انا حسبت لك ان ده مش ملعوب، واني بحبك يا عبدو. هو في ايه؟ قوم. اهو الدنيا نور وحلوه اهي، خايف من ايه بقى؟ تعال يا عبد، تعال. بلاش كده. ايه؟ الواد عبدو الكلب اتهجم عليا، ضربني ولما صرخت جري. انا عايزك تقتله، عايزك تخلص عليه. هي حصلت تتف في الطبق اللي بتاكل فيه يا كلب. حصلش يا معلم، حصلش. يعني المعلمة صفية كدابة؟ ايوه كدابة. عايزنا نعمل ايه يا معلم؟ ايه هو؟ ده كلب ولا يسوى، زي ما حاول يعمل مع مراتي انا هخلي الكلاب بتوعي ينهشوا لحم مراته. لا يا عزيزة، ملهاش دعوة، ملهاش دعوة عزيزة. وقدامك يا ابو الزوج، يا اللي بلدكوا اسمها الزوج، الشرقية ولا الغربية؟ شرقية يا شمس الدين. الملك يا كلب، هاتولي مرات الكلب ده، هاتولي يا عزيزة حالا. يا وحيد انت اسمع ايه في ايه؟ يا عاشور يا سلطان، تعالى يا واد يا نص، الحقوني يا رجاله، الحقوني. ايه يا ست سكينة؟ رجاله المعلم شمس الدين خدوا عزيزه وعليهم كلها شر. خايفه يعملوا فيها حاجه، واذا عبده مش هنا. لا طمني مالكيش ده، انا هروح اجيب لكم الاخبار حالا. وانا هاجي معاه. يلا يا بيه، يلا يا بنت، بسرعه يا رجاله، بسرعه اجي. شمس الدين واقع والظالم ليه يوم. انا خفيت، انا خفيت. رحمتك يا رب، قدرتك يا رب، رحمتك يا رب، قدرتك يا رب.
العين مرتاحه لشغلها معانا. حلو جو. مالك؟ سلام عليكم، عايزك في كلمتين يا مالك. ايه مالك دي؟ جبتها منين مالك دي؟ أنا مش مالك، الملك لله وحده يابا. خلاص ما تزعلش يا معلم. ولا معلم، انا اسمي عبده السوهاجي وبس. خلاص مردود يا عم عبده، مردود الغلط يا عم عبده. ايه في ايه؟ عايزك في كلمتين. قول كلمتين، لا المعلم حامد غريب ولا المعلمه زينات غريب. دول كلمتين سر. اسمعهم منه يا عبد. ايوه مش هتخسر حاجه. مواضيع الجماط يمكن يكون عنده اخبار جديده يشتغل على كل لون. جون هتقول ايه؟ البطاطس شحه في السوق، الجمعيه عايزه تشتريها بالتسعيره والفلاحين مش عايزين يوردوا البضاعه. نعرف ناس عندهم 200 طن بطاطس هتشح والسعر هيعلى. يعني ايه؟ اسرق الناس؟ امص دم الناس الفقراء؟ لا بحبش انا الكلام ده، ولا عايز اشتغل في السوق السوداء، والسوق السوداء دي لو راجل هقتله. خلاص وامشي من قدامي لحسن اخرج. خلاص اخرج عليك. يسلم فمك يا معلمه. ما عايزت سوق سوداء. عفارم عليك. بقول ايه، احنا هنشتري البطاطس ونبيعها في السوق السوداء؟ لا، هنشتريها ونطرحها بالتسعيره، بكده نقضي على التجار اللي هيشتغلوا في السوق السوداء. واني فلوسي تحت امرك يا معلم عبد. اذا كان كده يبقى مليح. اشتروا البطاطس، نزلوها على السوق، خلي الناس تاكل. ما اعملش زي شمس الدين. ما عرفش انا. لا ما عرفش. ايه مع السلامة. ايه مين راغب ده؟ مين راغب ده يا حمد؟ حد ما يعرفش راغب؟ ده هو سوق الخضار. يعني ايه؟ يعني هو اللي بيحرك الناس هنا. ايوه يا ابني، الناس لعبه في ايديه زي الشطرنج تمام. ايه الشطرنج دي؟ كورة من ضمن الكور ولا ايه؟ انا مش فاهم حاجة يا حامد. لا يا عبدو يا ابني، ما هو لازم تفهم كل حاجه. يا ده عايزني اروح له النهارده. لا ما تروحش. أنا بقى مش معاك يا معلمة. أنا رأيي إنه يروح يشوف بنفسه ويسمع بودانه. لازم يعرف راغب ده بيفكر في إيه، ولازم كمان نعرف شمس الدين هربان فين. ما هو البوليس بيدور عليه. بس في حساب بينا وبينه ولازم إحنا اللي نخلصه. راغب ده خطير يا حامد، وأنا خايفة على المعلم عبده منه. لا ما تخافيش على المعلم عبده. معلم عبده أصيل وابن ناس. يعني ايه؟ يعني من رأيي إنه يروح الراغب. وانا مع المعلم حامد. يعني اروح ولا ما اروحش؟ ايوه تروح يا عبده، بس على شرط لازم تفهم كل كلمه يقولها لك. اهلا بالمعلم عبده. اتفضل معلم عبده. اهلا وسهلا. سيجار؟ لا انا مش نجار، ده انا المعلم عبده اللي في سوق الخضار. عارف انك معلم، قصدي يعني ايه؟ بتدخن؟ لا متشكر، انا جايها مع السلامه. عظيم. شوف يا معلم عبده، انا عايزك تبقى الراجل بتاعي. يعني ايه يعني؟ هتشتريني من سوق الخضار ولا ايه؟ مش فاهم انا. ناس كتير بتقول ان انا سوق الخضار، بصوابعي ده اقدر اهز الاسعار. السعر يطلع، السعر ينزل. في خضار، مفيش خضار. من المكتب ده ممكن تلاقي الخضار وبرضه ممكن ما تلاقيهوش. لا مش فاهم حاجه واصل. انا احب الراجل بتاعي يبقى جدع سبع. يا ماني سارق، عمري ما كنت اهبل ولا طيب اهبل ولا كروي. مش قلت لك هنتفاهم؟ ايوه هنتفاهم في ايه يا مالك؟ ما تستعجلش، ما انا هقول لك اهو. قول. شوف يا سيدي، في حاجات اساسيه في الراجل بتاعي لازم يعملها. ايه؟ تسيطر على السوق. مانك سيطر؟ يقدر حد يفتح خشمه؟ وعلشان نسيطر لازم نقضي على الجمعيات التعاونيه، جمعيه الخضر وجمعيه البطاطس وغيره. لكن دي بتساعد الناس الغلابه عشان يعيشوا. انا مش عايز الناس يعيشوا. ليه عايز تموتهم؟ لمصلحتنا. ايوه بس دي حرام. اللي زينا مش لازم يحط في دماغه مساله الحلال والحرام. اللي زينا لازم ينسى قلبه ويفكر بعقله بس. قلت ايه؟ قلت لا اله الا الله. نعم بالله. ما بلاش الدروشه دي يا معلم عبده. قول لي قلت ايه؟ هفكر. فكر. قدامك 24 ساعه بس ورد عليا. يا معلم عبده، ايه يا عزيزي؟ وحيد وسلطان واقفين يشتروا خضار الجمعيه. تاني بيودوه فين؟ مش عارفه يا معلم. حلوه قوي، الشغل ابتدى يا معلم عبده. اهو دي اللي كنت خايف منه. هتعمل ايه يا معلم عبده؟ سيبهم عليا. عشان شافك. لسه هربان من البوليس؟ لسه سعادة الامبراطور، وانا جاي لك عشان تحميني. انا احمي واحد زيك؟
سعادة الامبراطور ما انا اتورطت وما كنتش فاكر انها هتوصل لكده. يا ما قلت لك تفكر بعقلك وبلاش تفكر بقلبك، ما اسمعش كلام واديك اتورطت. معلش يا سعادة الامبراطور، ما انا جاي دلوقتي عشان تساعدني. شوف يا شمس، انا ما اقدرش اعمل لك حاجه. انت فكر وتصرف، بس اوعى تعمل اي حاجه من غير ما اقول لك، مفهوم؟ حاضر يا سعادة الامبراطور. مع السلامه. لسه بفكر. ايه اللي هتقوله يا عزيزه ده؟ هي بتقول ايه عزيزه يا معلم؟ لا معلم ولا جطران. قول يا عزيزه، قلت لي ايه دلوقتي؟ قلت بيشتروا الخضار من الجمعيه وبيبيعوه لتجار الجمله. اصل ما قالي لا يا اخويا، انا ما عملتش حاجه. اصل يا وحيد. انت لا حصل بقى. ايوه حصل. ايوه حصل. طب ليه الطمع ده؟ هو انا مش عايزكم تستفيدوا بس مش على حساب الناس. الخضار اللي في الجمعيه ده بتاع الناس الفقراء، واللي يجي على الفقراء ما يكسبش. وانتم وينهم؟ ولا نسيتوا ولا ايه؟ عندك حق يا معلم. هو ده الكلام الزين. اشتروا الخضار ليه؟ تودوه فين؟ فين الواد سلطان؟ مرضاش يجي يا معلم. انا هعرف اجيبه. تعال يا حمد تشوف فين ايه يا اللي معلم؟ بيحصل ده. الله. ايه اللي هتعمله دي يا سلطان؟ تشتغل يا معلم فيها حاجه دي؟ لا ما فيهاش، بس احنا اتفقنا ان مفيش حاجه تطلع من الجمعيه، لان دي بتاع الناس الغلابه. مين اللي اتفق معانا؟ انا في حل من الاتفاق ده. حل ايه يا ولد؟ ده تحل وسطك. ده يحصل عم وحيد ده؟ طبعا لا ما يحصلش. يحصل ده يا رجاله؟ لا انا حاضر اشتغل زي ما انا عايز. الحاجات دي هترجع الجمعيه تاني. لا هتروح الثلاجات بقى. هتروح ايه؟ الثلاجات. الو، مستشفى راضي الفرج، عايزين دكتور حالا في مساكن الصفيح. الارض الحجر بتاعت راغب باشا. حطيها هنا يا اختي، حطيها هنا بسرعه. انت بالسلامه. ادعي لها يا اختي، ادعي لها. جدعاني يا حبيبتي، ادعاني. ربنا ينفعك بالسلامه يا رب. اقف جنبيها يا رب. يا معلم عبده. ايه يا معلم عبده. ايه الوكاله بتتحرق. ايه خوني بالسلامه ان شاء الله. مجبوره يا اختي.
ملعونة ملعونة. أنا خلاص تعبت. كل حاجة هنا تكذب كذب. الباسبورت كذب والمعلمة كذب. كل الناس كذابين، كلهم كذابين. عندك حق يا سي عبده، حتى التر والقتل وهم وكذب. كله كذب. أنا كرهت كل حاجة. خدي الهدوم بتاعتك. أنا خلاص أنا راجع بلدنا. انا هعوضك على كل حاجه يا سي عبد، هديك 200,000 وخليك المعلم. 300,000. نص مليون. لا نص مليون. لا يا سي عبده. نص ملايين الدنيا كلها. لا أنا خلاص، أنا قررت خلاص أرجع بلدنا. في بلدنا ناس وهنيه ناس تانية. أنا خلاص أنا لا أحب القتل ولا العنف ولا أحب الكذب. ومن ساب داره تقل مقداره. لا إله إلا الله. لازم نرجع بلدنا تاني. هنا لا قدرت اخد الفيزا ولا ابن البيت بالطوب الاحمر، ولا اني قدرت اقتل همام وتمام وعتمان اللي نزلت مصر مخصوص علشان. انسي يا عزيزة، احنا بقينا 3 مش 2. اللي عايزينه مش مهم، لكن ده الولد. هات الولد. حبيبي يا عزيزة.